بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الرسول الكريم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهارده هنعمل فيديو جديد. بقى لي ياما ما عملتش فيديو، كنت مشغولة الايام اللي فاتت دي، بس الحمد لله ربنا كرم وابتديت كده اعمل الفيديو ده وسميت بالله. النهارده هنعمل حاجه جميله قوي، كنا جبناها من السوق معايا المره اللي فاتت. لقيت كرومبايه صغيره كده، انا ما بحبش كرومب بتاع الصيف، بس لقيتها يعني الورق بتاعها حلو وما فيهوش العروق الجامده دي. فقلت اجرب واعملها، وطلعت ان شاء الله هتطلع حلوه، وطلعت جميله جدا وهتشوفوا معايا. بس لو كنت اول مره تشوفيني، يا ريت تشتركي في القناه وتدوسي على زر الجرس، وتدوسي على كلمه الكل عشان يوصل مني كل جديد، وتدوسي لايك للفيديو عشان يرتفع. احنا بدأنا طبعا ان انا فصصت الكرنبايه، يعني عملت الورق اللي فيها، قطعته وشلت الحاجات الزايده كلها رميتها. وبعدين حطيت ميه على النار تغلي، وابتديت اسلق فيها الكرنب. وجبت من جنبها لانها حبه صغيره قوي، جبت فلفل. طبعا الكوسة غالية جدا ب25 جنيه، وكمان ما فيش الكوسة اللي بتتحشى، يعني مش حلوة للحشو. فما رضيتش اجيب الكوسة المرة دي، جبت الكرنباية ومعاها الفلفل ده. انا ولادي ما بيحبوش البدنجان، فانا بس اللي بحبه، فما رضيتش اعمله لاني هتعب على الفاضي. فركزت في كده. فعملت الكرنبايه زي ما قلنا، سلقناها. انا ما بسلقهاش للاخر قوي عشان ما تتقطعش وتتهرى في الحشو، بتبقى نص سوا. وبعدين جبناه زي ما انتوا شفتوا كده، عملت الخلطة. حطينا شوية زيت، وقطعنا فيهم، بشرنا بصلتين كبار كده، وحطيناهم في الزيت. ولما دبلوا شوية من الملح والفلفل الأسمر، حطينا عليهم الطماطم، برضو بضربها في الكبة، ما بقطعش بإيدي ولا حاجة. ولما اتسبكت حطيت الخضرة، وانا اصلا شايلة خضرة ما عندي من ايام ما الخضرة كانت الحزمة كبيرة كده، ال3 حزم ب5 جنيه. فشلت شوية صراحة، نفعوني جدا دلوقتي. وبعد كده حطيت معيار الرز عليها، وخدت بقى الكرنباية، فصصت فيها منها اللي هي عاملة زي الفص الكبير ده اللي فوق، اللي هو العرق الكبير اللي فوق ده، بنقطعه بالسكينة. والحتة اللي فاضلة الطويلة دي بنقسمها على حسب طولها طبعا، بنقسمها بمقاس الصبع كده بتاع المحشي اللي انت عايزاه. وبعد كده نفتحها، بتبقى طويلة زي ما شفتوا كده، وبتعمل كذا صباع محشي. بناخدها نلف فيها البتاع، ولازم الرز، ولازم نقلب، نقفل كده ده قفلة كده بإيدينا على الصباع المحشي. فكده يقفل، ما تلاقيش بقى الصباع فك وطلع منه الرز. بيبقى الصباع بصباعه كده، وحتى لما بيستوى بيبقى في منتهى الجمال كده، ماسك نفسه كده، ويبقى حلو قوي. لازم تقفلي بكفك كده قفلة كده بعد ما تلفي البتاع، وجربيها وهتشوفي. وبعدين جينا الفلفل فتحناه وشلنا منه البذر اللي فيه، وخلينا الغطا شابك كده في حرف منه، ساعات بيشبك وساعات بيتقطع، بس مش مشكلة، يعني المهم ان يبقى موجود. وحشيناه برضو بنفس الخلطة. انا ما بحطش فيها غير ملح وفلفل اسمر بس، ما بحبش احط بهارات ولا اي حاجة. وبعدين فضل في حبة خلطة، فحطيت طماطماية كده، وفضيتها برضو من جوه بالمقورة كده أو بمعلقة، وحطيتها فيها هي اللي كانت فاضلة بدل ما ارميهم يعني، فحطيتها هي طماطماية واحدة بس وحطيتهم على النار. وبحط مية فيها ملح وفلفل أسمر ومرقة، مكعب مرقة، ومعلقتين 3 صلصة. أنا ما كانش عندي صلصة كتير، بس يستحسن تبقى معلقتين 3 صلصة كده حلوين. معلقتين حلوين قوي كبار. وبعدين نحط فيهم اول ما تسخن يغلوا الميه، لازم تبقى سخنه، نحطها على المحشي. بنخلي المحشي كده يعني باينه منه الميه، مش مغطيه قوي قوي يعني. وبنسيبه على نار هاديه زي الرز كده بالظبط، ونحط الشياطه لغايه ما يستوي. وده شكله بعد ما يستوى، وشوفوا منتهى الجمال طبعا، يفتح النفس وريحته تجنن، احلى حاجه تاكليه سخن. وجربيه وهتدعي لي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.